أغنية غريبة جدا وليها ألف حكاية وحكاية ومحدش بيسمعها غير وبيبكي. أغنية خلت الشاعر والملحن وكمان أم كلثوم نفسها بكت وهي بتغنيها. تعالوا أقول لكم حكاية أغنية القلب يعشق كل جميل اللي اعترضت عليها أم كلثوم وغنتها بعد وفاة مؤلفها الشاعر بيرم التونسي. وليه رياض السنباطي لما سمعها بكى وقرر يسافر للحج. تابعونا لنهاية الفيديو. القلب يعشق كل جميل وياما شفت جمال يا عين، واللي صدق في الحب قليل وندام يدوم يوم ولا يومين، واللي هويته اليوم دايم وصاله دوم. دي أغنية القلب يعشق كل جميل اللي ألفها الشاعر بيرم التونسي اللي سافر للسعودية لأداء مناسك العمرة، وهناك جسمه أشعر من روحانيات المكان، ولما شاف الحمام في الكعبة بكى بشدة وألف قصيدة القلب يعشق كل جميل. ولما رجع قعد مع توأم روحه الشيخ زكريا أحمد علشان يلحنها، وبعد كده عرضها على كوكب الشرق أم كلثوم علشان تغنيها طبعا. وعلى قد ما كانت متحمسة ليها إلا إنه اعترضت على بعض الجمل اللحنية واختلفوا، وبعدها الأغنية فضلت في درج بيرم التونسي لحد ما توفى. وكمان توفى زكريا أحمد وقررت أم كلثوم تغنيها وودتها لرياض السنباطي علشان يلحنها، وأضاف ليها ألحان جديدة ومش تقليدية، وأهمها إنه مخليهاش مرتبطة بالزمن ووقت معين علشان تعيش وتستمر في كل الأوقات. وكمان دمج فيها الفرح والشجن والمحبة الإلهية اللي بتخلي أي حد يتشد ليها في اللحظة الأولى. بس في كواليس الجمهور ما يعرفهاش عن تلحين الأغنية دي كشف عنها الكاتب مصطفى الدمراني اللي أكد إن السنباطي كان متأثر جدا وهو بيلحن الأغنية دي، كان عنده شوق ولهفة إنه يزور مكة المكرمة، وقال إن بعد نص الليل سمعته زوجته السيدة كوكب عبد البر وهو بيدندن على العود، وكان متأثر جدا لدرجة البكاء وتفاعل مع كلمات الأغنية، فخبطت عليه الباب ودخلت وقعدت جنبه وقالت له مالك يا رياض، انت متأثر قوي كده ليه؟ هي الكلمات اللي أثرت فيك بالشكل ده؟ ما ردش عليها السنباطي، وبعدها كمل التلحين وغنى لها بصوته على العود. دعاني لبيته لحد باب بيته، ولما تجلى ليه بالدمع ناجيته، وفجأة اتغيرت ملامح وشها ومسكت القصيدة اللي كتبها شاعر العامية بيرم التونسي اللي كان رحل عن الدنيا من 10 سنين، واتأثرت هي كمان بكلماتها. ولما غنتها أم كلثوم سافر لأداء فريضة الحج، وبسببها أم كلثوم لما غنت الأغنية لأول مرة طلبت من فرقتها قراية الفاتحة، وكانت متوترة جدا، وكان من بين الحضور في الصفوف الأولى شاب بيسمع للأغنية والدموع نازلة بغزارة على خدوده، وخصوصا لما قالت أم كلثوم آخر أبيات الأغنية الدينية واللي بتقول دعاني لبيته لحد باب بيته وما تجلى ليه بالدمع ناجيته. والشاب ده كان أيمن ابن مؤلف الأغنية الشاعر بيرم التونسي اللي وجهت له أم كلثوم الدعوة لحضور الحفلة، وسمع الأغنية وهي بتتقدم لأول مرة على مسرح دار قصر النيل، وده كان سنة 72. رحم الله أم كلثوم وبيرم والسنباطي اللي أنتجوا لنا أغنية فضلت لسنين طويلة وهتفضل موجودة بسبب صدق كلماتها وجمال ألحانها وعذوبة صوت كوكب الشرق اللي مش هيتكرر.